المتسابقين ستتزوج حرم المصون أخته هي حرم المصون أخته غدا بإذن الله. نوال أخت الأخ والمتسابق سليم الأشعري ستتزوج بسام غدا بإذن الله. وأحب من هنا من البيت يجمعنا أن ينقل تعبيره وفرحته بأخته. فالآن مع الزفة ومع هذا الفرح نترككم مع هذه الفقرة ونرجع مرة ثانية نكمل. يلا بسم الله. انا معاهم هنا يلا بسم الله. يلا جو هيد. بسم الله. جاهزين؟ يلا. احمد يلا واحد ما شاء الله. يا بديع
تبتسم هنيال والله هنيال. والعزوبة تذر عزوبتنا. طالع الفرح قد بانت دلالته على المحيا، فعقد النور منتشر وبلبل السعد بالأنغام يطلبنا، كأن من لا يعزفا كأن من لا يعزفا أو شداوته. ما شاء الله. ولازم هو ما يقدر يروح طالب برايم وهذا، ولازم يا شباب البيت كل تسوي له ايش؟ زفه لاخته غيابيه. وين تستانس؟ يلا محمد. يلا يلا تكتب كلمة اسمها وين محمد؟ نكمل حفل النشاء في هذه الليلة، ولكن أيضا لأخ العروس كلمة يعبر عن مشاعره قد تراها الآن الله يسعدك يا سيدي. الله يسعدك يا يوسف حبيب قلبي. بنختارك. لا علشان خلينا نبسط ربك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصراحة أحب أشكركم فردا أبوي عبد الكريم، الشباب في الإعداد، والأخوي على رأسهم أخوي محمد سبحان الله يعطيه العافية. كلمت عبد الكريم الأسبوع الماضي قلت له الزواج أختي من الجمعة، يعني لو تأجل إبراهيم السبت قال يطلع إبراهيم يروح الزواج. فوالله صراحة فكرت، لكن لأنه ما فكرت إنه يجي زواج أختي وزفتها اللي كانت تحتاج إني أنا أوقف جنبها وأوقف جنب أبوي في هذا الزواج ما أكون موجود. وأختي نوال تعتمد عليه في أشياء كثيرة، يعني بالذات في الأشياء هذه كانت تعتمد عليه في الملكة في أشياء كثير، والزواج كانت حاطة عليه أشياء كثير، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وكلمتها قالت لا خليك، وإن شاء الله الجمعة هي تكون فرحتين بقائك في البيت، وأسأل الله عز وجل إني أبيض وجهها وجه أبوي وأمي وأبقى الأسبوع هذا في البيت. صراحة أنا أشكركم واحد وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهما نوال وبسام، وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول نوال سامحيني ما قدرت أقعد معك وأوقف معك هذا اليوم، لكن إن شاء الله أخواني نبيل ووليد ونايف أخواتي وأمي وأبوي يكفون وعمي وأخوالي إن شاء الله يكفون. أسأل الله عز وجل لك حياة سعيدة مع بسام إن شاء الله. نوال حتكون أمانة في رقبتك، حافظ عليها، هذه أختنا اللي صراحة في البيت. إي والله نوال سامع يا بسام، سامع يا بسام. أسأل الله لهم التوفيق وزواجهم بكرة إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقهم ويسر أمورهم، ولا تنسوا من دعواتكم عقبال العزابية كلهم إن شاء الله. يا رب. الله يعطيكم العافية. طيب نوصل مع الدويتو الرائع نختم فيه فقرتنا هذه الليلة مع محمد الغزالي وأكرم العروس. أعطونا تحية يا جماعة. خلاص ما بعد اسمه لا نقوم على يا كريم. ايه ورا؟ مشكلة ولا